نصابين وبيبيعوا لنا الهوا. صاحب عربية مرسيدس مايباخ ب10 مليون جنيه بيحولها لتاكسي في اسكندرية. الحكاية بدأت لما شاب في اسكندرية قرر يشتري أغلى وأفخم عربية في العالم، ولما سأل عن إيه هي ممكن تكون العربية دي كل اللي حواليه قالوله أكيد مرسيدس مايباخ. الشاب ده دخل على النت وعمل سيرش على العربية ولقى تمنها غالي جدا، وصل ل10 مليون جنيه، لأنها عربية مش أي حد بيركبها، وعرف إنها مخصصة لرؤساء الدول ورجال الأعمال الكبار وعددها قليل، يعني مفيش منها غير كام قطعة في العالم كله. الشاب اشترى العربية ونزل بيها اسكندرية، وكل الناس حرفيا كانت بتبص عليه، وفضل يلف بيها ويمشي زيه زي أي حد لسه شاري عربية جديدة. وبعد كام يوم الشاب ده كان خارج بعربيته مع أصحابه عشان يفرجهم عليها، ولما وصلوا للمكان اللي رايحين له الشاب نزل وركن العربية، وما كانش فيه أي حاجة تدل على إنها تحصل كارثة كمان شوية. العربية المرسيدس اللي تعتبر أغلى عربية في العالم طلعت بلح، والشاب بعد ما نزل هو وأصحابه فجأة العربية موتورها انفجر وهي واقفة، وبدون أي مقدمات ومن غير ما حد يلمسها. صاحب العربية ما كانش مصدق اللي شايفه بعينه، وما كانش عارف هيعمل ايه ولا هيتصرف ازاي في اللي هو شايفه ده، لكن قال الحمد لله اني سليم انا واللي معايا، وطالما جت في الحديد سهلة، وكده كده العربية لسه في التوكيل وهم هيتصرفوا، واكيد هرجعها وهاخد واحدة جديدة. الشاب خد العربية على ونش وطلع بيها على التوكيل، وحكى لهم القصة وقال لهم ازاي عربية بالتمن ده يحصل فيها كده؟ ده انا دافع فيها 10 مليون جنيه وما مشيتش بيها غير 16 ألف كيلو، انا حياتي كانت هتروح انا والناس اللي معايا. التوكيل فضلوا يسمعوا كلامه، والشاب كان فاكر انه بيتعامل مع شركة عالمية ومحترمة، ولما يروح لهم بعيب زي ده وكمان مش هو السبب فيه هيلموا الموضوع ويدوله عربية جديدة. بس ده ما حصلش. توكيل مرسيدس قال لصاحب العربية بالبلدي كده أمك في العش ولا طارت. التوكيل رفض يغير العربية للشاب، وقالوله احنا ملناش دعوة، ده عيب استخدام، ولو عايز تغير الموتور بدل اللي اتحرق ده فاحنا ما عندناش مانع، بس الموتور تمنه 3 مليون جنيه. هنا الشاب اتصدم وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وتقريبا كان هيطب ساكت ويقع من طوله بعد اللي سمعه ده، وفضل يشد معاهم ويتكلم، وفي الآخر ما وصلش لنتيجة، وزي ما جاب العربية على ونش رجع بيها تاني. صاحب العربية حس انه اتغفل في 10 أرانب مقفولين، وان شركة مرسيدس اديته كشاف جامد وعلمت عليه علامة مش هينساها طول عمره، ولو فكر يرفع عليهم قضية المحاكم حبالها طويلة ومش هيوصل لنتيجة في الآخر. الشاب كان عايز ينتقم من الشركة بأي طريقة، فواحد من صحابه اقترح عليه فكرة جهنمية، وهي انه يقلب العربية تاكسي وينزل بيها في الشوارع ويحكي قصتها ويعرف الناس كلها حقيقة الشركة الوهمية اللي بتقول على نفسها حوت العربيات في العالم. وساعتها شركة مرسيدس هتيجي تتحايل عليه وتبوس ايده عشان ياخد واحدة بدل اللي اتحرقت. الشاب سمع كلام صاحبه وقلب العربية تاكسي ونزل يتمشى بيها في شوارع اسكندرية، وبقى يروح مشاوير العجمي سموحة، وفي آخر اليوم بيركنها قصاد كارفور اللي هناك عشان تبقى قدام الناس كلها، والفضيحة تنتشر وتبقى على عينك يا تاجر. وانتوا بقى قولولنا، تفتكروا بعد اللي عمله الشاب ده شركة مرسيدس هتجيب ورا ويدوله عربية جديدة، ولا هتعمل نفسها من بنها وتضحي بسمعتها؟